اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا من اخر فيديو عملته. النهارده بامر الله هنعمل مع بعض ستريبس الفراخ او ايه دبابيس الفراخ. طريقه حلوه جدا ومقرمشه وجميله، وطبعا احنا عارفين ان الحاجه في البيت بتبقى اضمن وانضف كتير من بره. اول حاجه معايا كده دبابيس فراخ بالشكل ده. ممكن بدل الدبابيس برضو نجيب فرخه كامله ونقطعها 8، نقول للراجل ان احنا هنعملها ستريبس ويقطعها لي 8 ونعملها صدور ودبابيس وكله. انا دلوقتي استخدمت دبابيس كده، هبتدي ان طبعا انا غاسله الدبابيس دي كويس جدا بالملح والخل والليمون، ونقعيها طبعا لمده ساعه كده في الملح والخل والليمون، مصفياها. وبعد كده جبتها ببتدي ان انا ايه، يعني ايه، ادي كل دبوس كده ايه شرطتين، او ان انا ايه بفتحها كده بالشكل ده عشان ايه تشرب من التتبيله. هبتدي ان انا دلوقتي اتبل الدبابيس بتاعتي. نزلت بالملح بتاعي، نزلت كده بمعلقتين صغيرين ممسوحين من الملح، لان انا معايا كميه. نزلت كده بمعلقتين برضو بابريكا، معلقتين صغيرين بابريكا. صلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله. نزلت بمعلقتين كاري، معلقتين صغيرين كاري. هنزل برضو بمعلقه ونص كده من الكركم بالشكل ده. ضفت الكركم. ودلوقتي معايا كده كوبايتين ونص من الحليب. هحط على الحليب نص كوبايه من الخل. ضفت كده نص كوبايه من الخل على الحليب بالشكل ده. وهبتدي ان انا بقى اضيف الحليب كده فوق الفراخ، وهبتدي اقلب الفراخ كويس جدا، بحيث انها تتبهر وبحيث ان تشرب من الحليب. هقلب بقى كله كده مع بعضه، ايوه بالشكل ده. ولازم ان انا طبعا اخلي الفراخ ايه الحليب يغطي الفراخ بالشكل ده. هركنها بقى في التلاجة لمدة 12 ساعة او يوم كامل. يعني انا مثلا هعملها النهاردة، اكون مبيتها قبلها بيوم في التلاجة. كل ما بتشرب من التتبيلة والحليب بتبقى طعمها تحفة، وبيبقى لحمها دايب دوب، بتبقى جميلة قوي. معايا بقى كده بولة فيها دقيق. نزلت بكمية كده من الدقيق. هنزل على الدقيق بكيس من النشا. نزلت كده بكيس من النشا. ونزلت بنص معلقة من الكركم، نص معلقة من الكاري، نص معلقة من الملح. ببهر الدقيق، يعني ايه؟ عشان ايه؟ الطعم يبقى احلى معايا. وملح كده، وهقلب بقى كله كده مع بعض. طبعا النشا بيخليها مقرمشة وبتاخد لون حلو قوي، هنشوفوها دلوقتي مع بعض. آه طبعا اهم حاجة بقى ايه، معايا بقى دلوقتي مية ساقعة، مية كده ايه فيها قطع من التلج، ده كده تلج. لازم المية تكون ساقعة جدا عشان الكفر بتاع الفراخ المقرمش ما يقعش مني، يبقى ماسك كده. هبتدي بقى دلوقتي ان انا اعمل ايه. باخد الفراخ بتاعتي خلاص بعد ما عدى عليها ايه يوم كامل او 12 ساعة. باخد الفراخ احطها في الدقيق والنشا، وبعد كده باخدها ايه احطها في المية المتلجة، وارجع تاني اغلفها بالدقيق كده والنشا، واقوم محضراها بقى في سرفيس او طبق. بجهز طبعا الكمية كلها بحيث ان القلي يبقى سهل عليا بالشكل ده. بصي شكلها قمر ازاي. طبعا هعمل بقى الكمية كلها بنفس الطريقة كده، وهحطها في التلج. وبعد كده هرجعها تاني ايه للدقيق. انا طبعا ما بعرفش اشتغل غير بايديا، يعني هو كده، سريع سريع يا ابو سريع. بصي بقى شكلها عسل ازاي. طبعا بقى ايه هبتدي ان انا اخلص الكمية كلها كده بنفس الطريقة. انا ايه بقى قلت اقلي لان كانت الكمية كبيرة معايا. بقى زيت، لازم الزيت يكون غزير بالشكل ده، ولو تزودي زيت برضو اكتر يكون احسن. الزيت يكون غزير بحيث ان الفراخ تبقى كلها متغطية بالزيت. ولازم الزيت يكون سخن جدا. بحطها اول 10 دقايق على زيت سخن جدا، وبعد كده بوطي عليها 10 دقايق تاني، بتقعد تلت ساعة على النار. طبعا اهم حاجة في الفراخ دي التسوية بتاعتها، ان انا اكلها ما تبقاش مقرمشة من بره ونية من جوه، لا. لو اخدت لون وطي عليها وسيبها تستوى براحتها. زي ما قلنا اهم حاجة يكون الزيت سخن جدا. بسيبها 10 دقايق على الزيت على نار عالية. انا اوطي النار واغطي عليها واسيبها تستوي براحتها.
بابتدي بقى إن أنا أقلّبها، وعلى فكرة بافضل إيه كل شوية أقلّب فيها، مش باقلّبها مرّة أو 2 بس، لأ بافضل كل شوية أقلّب فيها واغطّي عليها. بابتدي بقى إن أنا خلاص أخرّجها كده، خرّجتها كده، باصفّيها من الزيت طبعًا حُطّي بقى ورق كده قصدي مناديل وصفّيها كده من الزيت. بُصّي الفراخ ولونها هنا اللون أحسن من اللون الأخراني، الكاميرا في الآخر كانت ظالماها، بس هي بجد كانت تحفة، وده شكل الفراخ بعد ما خلصت كده أو خلّصتها، حطيت تحتيها كان عندي كده خس اللي هو الكابوتشو قطّعته وفرشته كده في السيرفيس وحطيت عليه الفراخ، طعمها كان حلو أوي، بُصّي قد إيه إن الcover متماسك ما بيقعش، والله العظيم تحفة. عايزة أقول لِك كان نِفْسي إن أنا أسمّعِك صوت القرمشة، بس كان في صوت يعني إيه كريم جنبي وكده فما عرفتش. بُصّي لحمها بافتة إزاي كده من جوّه تحفة بجد، أنا عايزة أقول لِك إن أنا مش عارفة أقطّعها لإنها سخنة جدًا، يعني لسه خارجة من النار، فأنا مش مالكة إن أنا أمسكها، بس طبعًا بُصّي لحمها دايب دوب، ما شاء الله جميلة، حطيت كاتشب كده في النُص وعملت جنبها رُز كده مبهّر بالكركم، كان طعمها حلو أوي، اعمليها بجد حلوة أوي. وحطيتها كده في الكاتشب وقطمت قطمة أقسم بالله كان صوت القرمشة أو الخرفشة تحفة، باحبكم في الله أحلى أخوات، ربنا يديمكم نعمة، بُصّي بقى استوت إزاي وزبدة، أحلى أخوات في الدنيا، ربنا يديمكم نعمة في حياتي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن حبايب قلبي.